رغم هذه عامين وإحنا نتكلم والناس ما زالوا يفسروا الخلفيات نتاعنا كأننا احنا ما نعرفش نهضروا ما نعرفش نتكلم، بأننا باغيين نخرج الحديد نتاعنا، ماناش الحديد نتاع غرج بلاد ماناش قادرين نخرجوه على الشمالي، خاصنا نخرجوا على الصحراء، بأننا باغيين ممر، بأننا باغيين الفوسفات. لا، هذا التصريح كان للرئيس الراحل هواري بومدين قبل قرابة نصف قرن من الزمن. إن مساندة الجزائر للقضية الصحراوية العادلة والسعي كان ولا زال فقط من أجل حرية وانعتاق شعب مضطهد مقهور في آخر مستعمرة في إفريقيا، بعيدا عن كل الادعاءات التي حاولت ربط مواقف الجزائر الثابتة بأطماع إقليمية واقتصادية. آنذاك الجزائر المستقلة كانت فتية، الدولة ورفضت التبعية أو الشراكات، فكان التأجيل من منطلق أن الدولة التي لا تملك إمكانياتها تهدر ثرواتها. 50 عاما من بعد، اليوم محطة فارقة ورسالة قوية لكل المشككين والناعقين كون مشروع غرج بلاد لن يرى النور. إن التاريخ قد ينام ولكنه لا يموت. حلم الزعيم هواري بومدين تحقق اليوم بسواعد جزائرية، والوعد كان من السيد الرئيس. سي بومدين رحمه الله كيتكلم على كراج بلاد بحسرة. الحمد لله أنا وفقنا ربي وجسدنا الحلم تاع من كان يحلم بجزائر قوية بمناجمها وقوية اللي هو ثالث أكبر منجم حديد في العالم. وإن شاء الله في نهاية جانفي يصل أول قطار منجمي من كراج بيلات إلى مصانع وهران للفولاذ. ما نعيشه اليوم ليس إنجازا فقط، بل هو استكمال لمسار تاريخي وذاكرة دولة سيدة بقراراتها التي تطبق على مرأى العالم. دولة استثمرت بماضيها، حاضرها ومستقبلها من أجل أبنائها. هنا تكتب الرمال للتاريخ بأن الأرض لرجالها وأجيالها، والرد اليوم كان لكل من شكك في نوايا الدولة الجزائرية، أولئك الذين نسوا أو تناسوا بأنهم في وقت مضى قايضوا جزءا من ترابهم بدراجة هوائية.